مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. أعشاب طبيعية مفيدة لعلاج الحمرة. الحمرة هي عبارة عن عدوى تصيب الطبقات السطحية العليا من الجلد، وعادة ما تسببها أنواع البكتيريا العقدية. تظهر الحمرة كطفح جلدي أحمر اللون وملتهب، ويمكن تمييزه بسهولة عن طبقات البشرة من حوله، كما يمكن الشعور بسخونة المنطقة المصابة. وهناك اعتقاد شائع بأن الحمرة تصيب الوجه فقط، ولكن أظهرت الدراسات الحديثة بأنه يمكن أن تصيب القدم، الذراعين أو الجذع. تظهر الحمرة بسبب التعرض مسبقا للحروق، الكدمات أو الجروح، كما يعزى السبب في ظهور الحمرة في أجزاء أخرى غير الوجه إلى إجراء العمليات الجراحية في تلك الأماكن أو الإصابة بالجروح. وهناك عدة أدوية ومستحضرات يمكن استخدامها لعلاج الحمرة، ولكن كيف يمكن علاج الحمرة بالأعشاب الطبيعية؟ وقبل أن نبدأ معكم متابعين الكرام، لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي، ودائما وأبدا يجب علينا مراجعة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. أولا، البلادونة. يمكن استخدام عشبة البلادونة وخلطها مع الجليسرين ووضعها على المناطق المصابة بالحمرة كل ساعتين أو 3 ساعات، كما يمكن وضع الماء البارد في الأوقات الأخرى لما لها من فاعلية في شفاء الحمرة. إيكينيسا. تساعد عشبة إيكينيسا على تعزيز جهاز المناعة، كما يستخدمها البعض هذه العشبة بنسبة 15% في المراهم لعلاج التهابات الجلد المختلفة، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر، إذ تسبب عشبة الإيكينيسا الحساسية لدى البعض. كما يفضل عدم أخذها للأشخاص المصابين بأي من أمراض المناعة الذاتية. بيكنوجينول. تستخلص عشبة البيكنوجول من فصيلة معينة من لحاء شجرة الصنوبر، والتي تساعد على شفاء الأمراض الجلدية كالحمرة. يجب عدم استهلاك عشبة بيكنوجول مع الأدوية المميعة للدم. الزعتر. يحتوي الزعتر على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، لذلك فإنه يساعد على شفاء التهابات البشرة وداء الحمرة. يارو. تم إثبات فاعلية عشبة يارو في بريطانيا لعلاج التهابات الجلد من خلال وضعها على الوجه بشكل مباشر. جذور جلد سنيل. تحتوي عشبة جلد سنيل على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، كما يمكن وضعها على الوجه 2 مرات يوميا للحصول على الفائدة. زهرة كاليندولا. أثبتت زهرة كاليندولا فاعليتها في علاج قروح القدم والجروح المعرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية. زيت شجرة الشاي. يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، كما أثبتت بعض الدراسات فاعلية زيت شجرة الشاي في وقاية الجروح من الإصابة بالعدوى البكتيرية. بذور الحلبة. تحتوي بذور الحلبة على الفلافونيدات، والتي تساعد على تقليل التهابات الجلد والعدوى أيضا. علاج الذئبة الحمراء بالتغذية. هناك بعض الأعشاب والأطعمة التي تخفض أعراض مرض الذئبة الحمراء وتحد من نشاطها في جسم الإنسان، ومنها حبة البركة والبابونج. يعالج مشروب أزهار البابونج وحبة البركة أعراض مرض الذئبة الحمراء، خاصة البابونج الذي يقضي على الطفح الجلدي الذي يسببه هذا المرض، ويمنح الجلد الترطيب ويقوي المناعة. أما حبة البركة فتحتوي على عناصر تعمل كمضادات للالتهاب والتي تصيب المفاصل والعضلات، ويمكن تناول مغلي البابونج مع حبة البركة من خلال خلط مقدار متساوي من البابونج وحبة البركة في كوب من الماء الساخن، ويشرب يوميا 3 مرات قبل الأكل بنصف ساعة. مسحوق الغرغم. يقول دكتور هشام إنه وفقا لما أثبتته الأبحاث والدراسات الحديثة، فإن الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعالج الالتهابات المناعية الذاتية والتي تسببها الذئبة الحمراء، وهو غني بالمواد الفعالة في تخفيض ضغط الدم المرتفع الناتج عن الذئبة الحمامية. والناتج عن الذئبة، ويعمل كمضاد للبكتيريا والفطريات، ويعالج الالتهاب والإحمرار والطفح الجلدية، ويتم تناوله من خلال خلط ملعقة من الكركم في كوب من الحليب الدافئ، وتناوله 2 مرات يوميا، مرة صباحا ومرة مساء. مشروب العسل والزنجبيل. حقيقة تتعدد فوائد تناول العسل والزنجبيل. مزيج العسل
فالعسل يقاوم البكتيريا والجراثيم التي تسبب الالتهابات على الوجه والخدين، وهو مرطب ومطهر طبيعي بمجرد وضعه على الأماكن المصابة بالمرض، وهو مادة واقية للقلب والكبد والأوعية الدموية من التأثر بالمرض، وتحد من الانتشار والوصول إلى يومه. أما الزنجبيل فهو مصدر غني بمضادات قوية للأكسدة والالتهابات التي تخفف آلام المفاصل والعظام، وينصح مريض الذئبة الحمراء بتناول هذا المشروب ويتناوله مرتين في اليوم، وذلك بعد استشارة الطبيب طبعا. الثوم. يعد نبات الثوم حلا سحريا لعلاج أعراض الأمراض المناعية الذاتية، ومن أبرزها مرض الذئبة الحمراء، كما يحتوي على مادة الأليسين التي تقوي الجهاز المناعي وتمنحه القدرة الفائقة لكي يهاجم هذا المرض ويمنع انتشاره في الجسم. ويحتوي الثوم أيضا على فيتامين ه الذي يمتص الأكسجين ويزيد من التئام الجروح الناتجة عن الطفح الجلدي، وغني بفيتامين ج الذي يحسن الوظائف المناعية. وينصح مريض الذئبة الحمراء بتناول الثوم يوميا للحصول على نتائج جيدة، ويمكن إضافته لفطائر الجبنة والزعتر أو هرس 3 فصوص من الثوم وتناوله على الريق يوميا. خل التفاح. يؤكد دكتور هشام محمد أن جميع الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن خل التفاح يساعد على زيادة إنتاج حمض الهيدروكلوريك، والذي من الممكن أن يتناقص تبعا للإصابة بمرض الذئبة الحمراء، بالإضافة إلى أن خل التفاح يساعد في إزالة السموم من الجسم ويحسن امتصاص العناصر الغذائية. وينصح دكتور هشام استشاري التغذية العلاجية مريض الذئبة الحمراء بشرب ملعقة من خل التفاح مع كوب ماء دافئ قبل تناول أي وجبة بحوالي 20 دقيقة. زيت جوز الهند. يحتوي جوز الهند على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، منها تحسين عملية الهضم وخفض الكوليسترول في الجسم ومنع الاستجابة المناعية السلبية التي تحفز مرض الذئبة، بالإضافة إلى فوائده الأخرى المتعددة للبشرة والشعر والجسم. ويجب على المريض تناول ملعقتين من زيت جوز الهند يوميا للحصول على أفضل النتائج. وهذه الأعشاب يمكن أن تخفف من مرض الذئبة الحمراء، ولكن قبل استخدام أي وصفة أو أي علاج بالأعشاب أو أي علاج آخر يجب علينا استشارة الطبيب أولا لكي لا تتداخل أي من هذه الأعشاب أو العلاجات مع أي دواء آخر.